أكبر احتمال لمهاوش هو أنه سيغمى عليه في الصحراء، فيظن فهد وسدرة أنه مات، وسيجده بعض المارة من الطريق ويأخذوه إلى المستشفى، حيث هنالك سيلتقي بالدكتورة، والدكتورة سوف تعالجه وتعيد له عافيته. وسيناريو آخر أن مصير مهاوش في الحلقة القادمة يتأرجح بين الموت عطشاً أو النجاة بمعجزة قبلية. التفاصيل تشير إلى الاستمرار في التعذيب. سيبقى مهاوش تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي من قبل سدرة وفهد في الصحراء، حيث يتم تركه مقيداً لمواجهة العطش الشديد كنوع من الضغط للتنازل والرجوع. الصمود رغم العطش والشمس الحارقة. مهاوش سيستمر في رفض التنازل، معتبراً أن إرجاع سدرة لفهد بعد الطلقات الثلاث حرام شرعاً، وهذا الصمود هو ما سيطيل أمد معاناته، ولكنه سيحفظ كرامته أمام القبيلة لاحقاً. التدخل الخارجي. الاحتمال الأكبر لنجاته ليس بفك قيوده بنفسه، بل باكتشاف مكانه من قبل رجال الشيخ صقر أو شاهين أثناء بحثهم عن الضيوف المختطفين، مما سيجعل من إنقاذه نقطة تحول كبرى. سيناريو المواجهة المتوقع: الشيخ صقر ضد فهد. في حال علم الشيخ صقر بمكان احتجاز مهاوش، الوصول المفاجئ. يصل الشيخ صقر ومعه مجموعة من رجال القبيلة المدججين بالسلاح إلى الموقع الذي تحتجز فيه سدرة وفهد مهاوش. هذا الوصول سيجبر فهد على التوقف فوراً عن التعذيب. الحوار الساخن. الشيخ صقر سيواجه فهد بلهجة حادة: يا فهد، المرجلة ما هي بطلب الدم من عاجز مربوط تحت الشمس. سدرة طلقت شرعا، وربطك لابن عمك عيبة سوداء في حق الفوازع كلهم. فهد سيرد بإصرار وغضب: يا شيخ، هذه خضراء بنت عمي، ومهاوش سرقها مني ودار بها الديرة. أنا أسترد حقي ولحمي. التدخل الشرعي والقبلي. الشيخ صقر سيحسم الأمر ليس بالسلاح فقط، بل بالمنطق القبلي. سيأمر بفك قيود مهاوش فوراً ونقله للمنتجع أو الديرة، ويضع فهد وسدرة في وجهه تحت حمايته ومسؤوليته لحين عقد مجلس قضاء قبلي كبير يحضره القضاة للفصل في مسألة الطلقات الثلاث. انكسار سدرة. عند رؤية هيبة الشيخ صقر ستدرك أن القوة الغاشية التي استخدمها فهد لن تعيد لها حياتها السابقة، وستبدأ في الانهيار النفسي عندما يقرر الشيخ صقر عزل سدرة عن فهد مؤقتا لحين صدور الحكم الشرعي. النتيجة: ستنتهي المواجهة بصلح مؤقت تفرضه هيبة الشيخ صقر، مع بقاء مهاوش على قيد الحياة، لكنه سيحمل ثأرا معنويا كبيرا تجاه فهد لن ينتهي بسهولة. من المتوقع في نهاية الحلقة أن مهاوش سيتزوج الدكتورة وستكون نهاية سعيدة، هذا إذا مهاوش تخرج من فهد وسدرة في هذه المحنة الذي هو فيها، وإذا خرج من الصحراء متعب فسوف يأخذونه إلى المستشفى، وهنالك سيلتقي بالدكتورة.